هل تصميم الصور وبيعها هل هي حاجه مقتصره على بتوع الفوتوشوب بس، ولا اي حد فينا يقدر يعملها عادي؟ اهلا بيكم في قناه اي اي مكاوي. انا محمود المكاوي وده فيديو جديد لينا على القناه هنا. لو شفت الفيديو ده بالصدفه وانت اصلا مش مشترك في القناه، فعايزين نديك نبذه صغيره كده عن القناه. طبعا بعد ما تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. فاحنا هنا بنقدم محتوى كل ما يخص التجاره الالكترونيه والذكاء الاصطناعي ومحتوى بدون ظهور وكل الحاجات دي، وكمان بنقدم عندنا في المحتوى تصميم الصور وتصميم الفيديوهات. فانت لو انت بتشتغل او مهتم باي حاجه من الحاجات دي، فصدقني القناه هنا ان شاء الله هتفيدك يعني. وكمان غير كده فاحنا عندنا جروب تليجرام عليه تواصل 24 ساعه لاي استفسار لاي حد. صدقني الجروب ده هيفيدك جدا لو عندك استفسار سواء حاجه قلناها في الفيديو ده او في فيديوهات تانية، وهنسيب لك لينك جروب التليجرام تحت في الديسكربشن عشان تخش عليه. نرجع تاني للموضوع بتاعنا النهارده. هل تصميم صور الاحترافيه بتاعه المنتجات اللي انت بتشوفها طول اليوم سواء على الفيسبوك، على الانستجرام، على بنترست، ايا كان، وهي بتلاقي صوره للمنتج فيها خلفيه ورا حلوه وشكله حلو وكل حاجه، هل بقى عشان تعمل الصوره دي فانت لازم تكون واحد متعلم فوتوشوب ولا لا؟ عايز اقول لك دلوقتي احنا في 2024 الذكاء الاصطناعي وصل لمرحله مرعبه، وهو انه يقدر يصمم لك اي صوره لاي منتج بشكل احترافي ويحط لك الخلفيه اللي انت عايزها بالشكل اللي انت عايزه زي الفوتوشوب ما بيعمل بالظبط. دلوقتي عشان تعرف تصمم منتج، سواء بقى انت بتصمم المنتج ده لنفسك او بتصمم المنتج ده لحد تاني وبتاخد فلوس على تصميمه، فانت دلوقتي بقى عادي جدا انك تعمله من غير ما تتعلم فوتوشوب. كله دلوقتي بيتعمل عن طريق مواقع، عن طريق الذكاء الاصطناعي. السؤال بقى اللي انت عايز تساله دلوقتي، هو انا اصلا لما اصمم الصور بشكل حلو واصمم المنتجات بشكل حلو واحترافي وكده، هو انا هستفيد ايه اصلا؟ الحقيقه انا عايز اقول لك ان في كذا استفاده، مش استفاده واحده، وهشرحهم لك واحده واحده دلوقتي. اول حاجه ان انت يبقى عندك منتج عايز تبيعه، فانت المنتج ده انت بتجيبه ايا كان بقى انت بتجيبه منين، بس في الاخر انت بيجي لك صوره للمنتج بس وخلاص. فانت عايز تعمل له صوره احترافيه عشان تعمل بيج على الفيسبوك او على الانستجرام ايا كان وتعرف تبيع المنتج ده. وطبعا الصوره اللي هتبيع المنتج ده لازم صوره يكون متعوب فيها، ولازم صوره يكون شكلها حلو عشان تعجب الناس وتشدهم وتخليهم يشتروا المنتج. تاني حاجه مثلا لو انت واحد مثلا بتشتغل في قصه الدروب شيبنج، والقصه دي بقى كلها هنبقى نعمل سلسله عنها من الاول للاخر، يعني الدروب شيبنج من بدايته لنهايته، بس النهارده هنتكلم بالجزء بتاع التصميم بالذات في الدروب شيبنج. انت لو عندك الموقع بتاعك مثلا وعايز تحط عليه صور للمنتج عشان اللي يخش على الموقع بتاعك تعجبه الصور فيشتري المنتج، فانت برضو محتاج تحط على الويب سايت بتاعك، او عموما اي ويب سايت مش شرط دروب شيبنج بس، يعني بالذات الدروب شيبنج دايما يخص المنتجات، بس اي ويب سايت لازم الصور المحطوط فيه ما تكونش صور تقليديه، لازم تبقى صور احترافيه وصور متعوب عليها وصور يعني الخلفيه فيها حلوه وكده، ما تبقاش صوره عاديه يعني، عشان برضو تشد العميل ويعرف يشتري المنتج. ثالث حاجه بقى وهي مواقع العمل الحر، وان انت اصلا ممكن تعرض على مواقع العمل الحر ان انت عندك مهاره تصميم الصور بتاعه المنتجات. وعايز اقول لك بقى على مواقع العمل الحر المهاره دي مطلوبه جدا، عشان اي حد بيحب ان هو يسوق منتج ما عندوش مشكله خالص انه يصرف على الديزاين بتاع المنتج ده، عشان طبعا عارف ان هو بجانب التسويق ده اهم حاجه، اهم من المنتج ذات نفسه اصلا، ان انت تعمل له تصميم حلو يشد العين اول ما يتشاف كده. وبعد ما تعرض الخدمه بتاعتك على مواقع العمل الحر، ولو جالك بافتراض ان شاء الله عميل وقال لك صمم لي المنتج ده، فانت هتاخد فلوس كويسه جدا من العميل على تصميم المنتج ده، سواء بقى وعايز منتج واحد والمنتج ده عايزه كذا صوره والقصه دي كلها. وعايزك تكمل معايا بقى لاخر الفيديو عشان احنا هنشرح حته المواقع العمل الحر دي بالتفاصيل بقى، وازاي اصلا هنعمل التصميم وازاي هنعرضه على مواقع العمل الحر وهنعمله مثلا بسعر قد ايه، والقصه دي كلها هنتكلم عليها بالتفاصيل. دلوقتي بقى احنا عرفنا كل حاجه، هنعمل ايه بالتصميم دلوقتي؟ السؤال بقى المهم دلوقتي والاهم من كل الكلام اللي احنا قلناه ده، هو احنا هنصمم ازاي اصلا؟ والاجابه بتاعت السؤال ده هو الموضوع بتاعت الحلقه بتاعت النهارده، اللي هو موقع فلير.ai. وبجد موقع فلير.ai هو موقع خرافي، يعني هو موقع ممكن يعمل لك كل حاجه في تصوير المنتج اللي انت مقدمه له، حتى لو انت مقدمه له عباره عن صوره بس للمنتج كده بخلفيه بيضاء مفيش فيها اي حاجه. هو موقع بياخد الصوره ويشيل الباك جراوند ويحط عنده مثلا تمبلتس كتير جدا تختار التمبلت اللي انت عايزه منها، وفي الاخر بعد ما تعمل كل الكلام ده هتلاقي ان في الاخر فعلا المستوى بتاع الموقع ده قريب جدا من المستوى بتاع الفوتوشوب. هو ان بيقدم لك اختيارات كتيره جدا لتصاميم كتيره جدا لاي منتج عايز تعمله. ويلا بينا بقى كده نروح على الموقع ده ونشوف قصته ايه ونشوف بنعمله ازاي. وعلى فكره بالمناسبه الموقع ده موقع مجاني، فيه كده شويه كريدتس في الاول حلوه ممكن تستخدم فيه الباقه المجانيه من غير ما تدفع. عايزين نتعلم بقى ازاي بقى نطلع التصاميم اللي هي قريبه من مستوى الفوتوشوب ده، كل ده هنشوفه دلوقتي حالا. طبعا اكيد مش هفكرك انك تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نطير على فلير.ai. هنروح على اللينك اللي موجود في الديسكربشن وهو موقع فلير.ai. بعد ما هندوس على اللينك هيظهر لنا الواجهه دي. بعد كده هنروح ندوس على جيت ستارتد اتس فري. بعد كده هيطلب مننا نسجل، فاحنا هنسجل باكونت جوجل بتاعنا. وبعد ما دخلنا باكونت جوجل هنخش على الواجهه دي، هنروح هنا على الشمال وهندوس على سكيب توتوريال. وبعد كده هنروح على الشمال على بروجكتس وهنختار كرييت نيو بروجكت. وزي ما انتم شايفين كده احنا جينا على الواجهه دي، ودي الواجهه بقى اللي هيبقى فيها الشغل بتاعنا. وده بيديك مثال كده لشكل الصوره قبل وبعد للمنتج ده، اللي هو البتاع اللي شبه القطره ده ولا مش عارف ده ايه. هنقوم رايحين اول حاجه وهنقوم مسحينه.
بعد كده هنيجي فوق على الشمال هنا على برودكتس، هندوس عليها، وبعد كده هنلاقي جايب لنا كذا برودكت كده كعينه، بس احنا طبعا عايزين دلوقتي نصمم برودكت معين، سواء بتاعنا او عميل بعته لنا او ايا كان، بس برودكت معين عايزين نصممه. هنروح ندوس على ابلود برودكت فوتو، وهفترض مثلا ان البرودكت هو الصوره اللي قدامكم ده، اللي هي عباره عن كريم وجنبها حاجه زي ازازه كده. هيجي يقول لك عايز تعمل ريموف للوتر مارك، فاحنا نقول له نعمل ريموف. بعد كده هتيجي عند اللحظه دي، وهو هنا بقى هيعمل لك بالذكاء الاصطناعي ديسكرايب صح جدا للمنتج بتاعك. وزي ما انتم شايفين كده، لو قريتوا الديسكريبشن ده هتلاقوه نفس المنتج اللي قدامكم بالظبط، وده بيعمله لوحده مش انت اللي بتكتبه. المهم هنروح ندوس تحت على كونتينيو، وكده الصوره ظهرت معانا زي ما انتم شايفين. طبعا احنا هنروح الاول احنا نكبرها شويه عشان تبقى ماليه كده الصوره كلها. طبعا لازم تكون ماليه الجزء اللي هو اللي على الشمال، والجزء اللي على اليمين ده بقى ده اللي هيبقى التعديل بعدين. طبعا زي ما انتم شايفين هو استخدم من نفسه كده الصوره اللي على اليمين دي كحاجه بيرشحها لنا يعني. المهم احنا هنسيبنا من الكلام ده، وهنيجي هنا على الشمال على جنريت، وهننزل تحت هندور في تمبلتس. هنلاقي عندنا في التمبلتس هنا حاجات كتيره جدا، حاجات عن الطبيعه، حاجات في استوديو، حاجات على رفوف مثلا، حاجات في الكيتشن، حاجات في يعني حاجات كتيره جدا. فاحنا ممكن نختار الحاجات اللي هي على الرفوف، بما ان الكريمات والحاجات دي بتتحط على الرفوف يعني. هنروح ندوس على فيو اول، وبعد كده هنلاقي تمبلتس كتيره جدا، ممكن بقى اي تمبلت عجبك فيهم تستخدمها. فانا مثلا هختار التمبلتس اللي اول واحده على الشمال فوق دي، اللي فيها ورود دي برده شكلها حلو. هروح ادوس عليها، بعد كده هطلع فوق وهدوس على جنريت. زي ما احنا شايفين كده هنلاقي ان الصوره محطوطه على حاجه زي رخامه كده، وعليها الكريم والازازه دي. والشكل ده لو مش عاجبك ممكن تنزل تحت برده وتدور فيه تمبلتس ثانيه، ومثلا ممكن نختار تمبلت ثانيه زي التمبلت اللي شايفينها قدامكم دي. وممكن هنا مثلا نعمل اي حركه كده، مثلا ان احنا مثلا نخلي الازازه مايله مثلا بالشكل ده مثلا كده، نكبرها لحد ما تبقى بالشكل ده مثلا كده. وكده اخترنا التمبلت من تحت وبعدين خليناها مايله. بعد كده هنروح ندوس فوق على جنريت، واللي على اليمين ده هيبقى شكل الصوره اللي في الرخامه اللي في الحمام بعد ما عدلناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن انت بقى تحب ترجعها تاني زي ما هي او تعملها مايله او كده. ودلوقتي بقى انا هفترض مثلا ان انا عايز اعمل تصميم عباره عن عرض، اللي هو 2 عليهم 2 هديه، اللي هو العرض الموجود في اي حته في الدنيا يعني، سواء بقى اكل، منتجات عنايه بالبشره، منتجات اي حاجه. والجزء ده انا عامله عشان انت لو عندك فكره لاي عروض او كده ازاي تعملها، وازاي تحط المنتجين جنب بعض والقصه دي كلها. وتعالى بينا بقى دلوقتي نروح هنتعلم ازاي نعمل العرض ده. طبعا دلوقتي لو انا عايز اعمل عرض مثلا اللي هو مثلا 2 عليهم 2 هديه مثلا او حاجه زي كده، طبعا اول حاجه هعملها ان انا هقوم جايب الصوره دي وهقوم مصغرها كده، وبعد كده هعمل ابلود للصوره دي تاني مره ونحطهم الاثنين جنب بعض. وهيجي يسالنا برضه هنقول له برضه ماشي عايزين نعمل ريموف الباك جراوند، هي كده مش فارقه، هي كده معمول لها ريموف اصلا. وهيجيب لك ديسكرايب للفوتو برضه، فهنقول له كونتينيو يعني ما علينا. وبعد كده هنصغرهم ونحطهم بالشكل ده كده جنب بعض على قد ما نقدر يعني، ونحاول مثلا ان هم يبقوا نفس السكيل او كده. حتى احنا عملنا هنا مثلا ان انا الازازه عملت دي كبيره شويه ودي صغيره شويه، على اساس مثلا ان الكبيره هيبقى معاها عرض واحده صغيره، والكبيره هنا برضو اللي هي الكريم هيبقى معاه برضو عرض واحده صغيره مثلا. يعني انا بقول لك اي فكره، يعني هتلاقي الاثنين دول حجمهم مش زي بعض، اللي على اليمين واللي على الشمال. المهم بعد ما عملنا التقسيمه دي هنروح بعد كده على تمبلتس برضو، وهنختار اي تمبلت من هنا عجبانا. يعني مثلا مش عارف بصراحه، في تمبلتس كتير شكلها حلو، فانا مثلا هختار مثلا التمبلت دي مثلا. وبعد ما هدوس عليها هطلع فوق واقوم عامل جنريت. وبعد ما يخلص جنريشن هتلاقي الصوره اللي على اليمين دي، وطبعا انت شايف الصوره بقى شكلها حلو ازاي. وفعلا الصوره دي ممكن تاخدها وتعمل بيها اعلان لاي حاجه، سواء تنزلها بقى على الفيسبوك، تعمل عليها اعلان ممول، تعمل اي حاجه. والطريقه دي كده خلاص انت اتعلمت ازاي اي صوره لاي منتج ممكن تجيبه، حتى لو المنتج فيه خلفيه على فكره ممكن تجيبه بعدين تعمل من هنا ريموف الباك جراوند، بعد كده تعدل عليه براحتك. فانت سواء المنتج جاي من غير خلفيه او منتج جاي بخلفيه، فانت برضو عرفت ازاي تستعمل الموضوع دلوقتي. بعد كده بقى لو انت عايز تنزل الصوره اللي على اليمين دي بقى عشان تنزلها في الاعلان بتاعك، فاحنا هنا بقى في هنا خدمه، بس الخدمه دي طبعا للباقه المدفوعه، ان انت تعمل اب سكيل للصوره. يعني تعمل ايه؟ يعني ترفع الجوده بتاعتها. طبعا ممكن حد يشوف ان الجوده هنا مش احسن حاجه، فانت عشان ترفع الجوده بتاعتها لازم تشترك في الباقه المدفوعه. بس انا هجيب لك حل دلوقتي ببلاش للموضوع ده. المهم بعد كده هنروح ندوس على داونلود ايمج، وكده خلاص احنا نزلنا الصوره. ودلوقتي ده هيبقى شكل الصوره بعد ما الصوره نزلت معانا، الحاجه بتاعت الكريمات او بتاعت اي عموما يعني، زي ما اتكلمنا اللي هو عايز تسوق لاي منتج عموما يعني. ودلوقتي زي ما انت شفت ان الصوره طلعت حلوه وطلعت شكلها حلو وكل حاجه، بس احنا برضه عايزين نرفع الجوده بتاعت الصوره دي. وبما ان رفع الجوده على فلير دوت اي اي تبع الباقه المدفوعه، فاحنا عايزين نبعد عنها بصراحه. فاحنا بقى ممكن نروح على موقع تاني يخليه يقدم لنا نفس المهمه دي، وهو موقع ابسكيل دوت ميديا. وميزه الموقع ده ان هو بيظهر لك التفاصيل اكتر في الصوره والشكل بتاعها بيبقى حلو. هنروح على موقع ابسكيل دوت ميديا وهنسيب اللينك تحت في الديسكربشن. بعد كده هنروح ندوس على ابلود ايمج، وهنا بقى هنعمل ابلود للصوره بتاعتنا، الصوره بتاعت الكريمات.
بعد كده هنلاقي الصوره اللي على اليمين دي بعد التعديل، فهنروح نضربها في 4. وبعد ما رفعنا السكيل 4 اضعاف هنعمل انهانس كواليتي نخليها اون. وبعد كده هنروح نعمل داونلود للصوره، وده هيبقى شكل الصوره بعد ما عدلناها بشكل حلو وشكل جميل. بعد كده بقى ممكن نستخدمها زي ما احنا عايزين. ودي برضو صوره تانية كنت عملتها بنفس الطريقه بنفس الفكره، وحاسس برضو ان دي شكلها احسن من اللي انا عملتها التانية شويه، بس دي حلوه ودي حلوه يعني. المهم دلوقتي انا قلت لك على افكار كتير بقى ممكن تستخدمها. وكده خلاص احنا اتعلمنا ازاي نجيب المنتج وازاي نصممه، وازاي حتى لو جايبين المنتج يعني من غير اي حاجه، من غير خلفيه اصلا او بخلفيه بيضاء او ايا كان، ازاي نحوله ونوصله للمستوى اللي انتوا شفتوه ده. وهو ان نعمل له خلفيه تكون شكلها حلو وتكون لايقه مع المحتوى او لايقه مع المنتج اصلا، مع فكره المنتج. وبعد كده بقى ممكن ناخد التصميم ده مثلا ونعمل بيج مثلا على الفيسبوك على الانستجرام ونبيع المنتج بقى. وعايز اقول لك ده اللي بيعمله لاي حد بيبيع منتج، يعني تصميم بيعمل كده ويعمل تصميم الصوره سواء على فلير.ai او عن طريق الفوتوشوب. اما بالنسبه بقى لو حد بيسال دلوقتي واحنا ازاي نجيب المنتج ده اصلا، دلوقتي عرفنا نصممه، ازاي هنجيبه بقى ونوصله للعميل وازاي ناخد فلوسنا والقصه دي كلها. فانا عايز اقول لك ان في مواقع تسويق بالعموله جوه مصر اصلا. طبعا لو انت عرفت تجيب المنتج من تاجر وتعمل بيدج وتبيعه وكده فدي حاجه حلوه اصلا. تاجر ده قصدي تاجر مش موقع تاجر، عشان بس الدنيا واضحه. اما انت لو مش عارف تجيب المنتج فانت ممكن تروح على مواقع التسويق بالعموله، بس المره دي بقى مش هتجيب مواقع التسويق بالعموله الامازون زي ما عملنا، واحنا كنا شرحنا قبل كده سلسله التسويق بالعموله بس بره في امريكا واوروبا كده عن طريق موقع امازون، وهنسيب لك لينك السلسله تحت لو عايز تتفرج عليها. ولكن لو عايزين بقى نعمل سلسله تسويق بالعموله جوه مصر اصلا او جوه الدول العربيه او مواقع التسويق بالعموله اللي جوه مصر زي مثلا ماركتلي، وفي تاجر ده برده في السعوديه وبالامارات وكده، وفيندور افيليت، في كذا موقع يعني جوه مصر والدول العربيه التسويق بالعموله. فلو عايزين نعمل فيديو نتكلم عن المواقع دي فسيب لنا كومنت تحت، وان شاء الله هنشرح لك خطوه بخطوه من اول اختيار المنتج لحد التسجيل لحد ما يوصل للمنتج لحد باب العميل لحد ما تستقبل فلوسك في الاخر على فودافون كاش او انستا باي او ايا كان. كنا احنا اتكلمنا من شويه كده ان مهاره التصميم بتاعت صور المنتجات دي مطلوبه قوي على مواقع العمل الحر. على كده بقى نروح ناخد لفه في مواقع العمل الحر ونشوف المهاره دي مطلوبه ولا لا، والناس اللي جامده اللي عليها بتقدم مستوى قريب مننا ولا هم في حته واحنا في حته ثانيه خالص. وبرضه هنشوف اللي بيعرض الخدمه دي بياخد كام وايه طلباته وبيعمل كام صوره وكل صوره تكلفتها كام والقصه دي كلها. تعالى بقى نروح نشوف دلوقتي. هنروح على موقع فايفر وهنكتب في السيرش ديزايننج برودكت فوتوز، او بمعنى اصح هو عباره عن تصميم صور المنتجات. هيظهر لنا في السيرش ناس كتيره جدا، هننزل ندور كده على ناس يعملوا شغل شبه الشغل اللي احنا عملناه مثلا. فمثلا عندك الراجل ده مثلا هو غالبا عامل شغل قريب جدا من الشغل اللي احنا عملناه، حتى ده جايب كريمات برده وكده. ولو جينا بصينا على الراجل ده الاسعار بتاعته هنلاقي ان اسعار مبالغ فيها جدا، يعني هو بياخد في الاربع صور $100، ولو صوره واحده بكواليتي عاليه $100. فمش عارف بصراحه الارقام دي مظبوطه ولا الارقام دي ايه، بس الراجل يعني واخد كذا تقييم تحت زي ما انتم شايفين، واخد تقييمات حلوه يعني، والتقييم بتاعه مع كل اللي اشتغلوا معاه 5 نجوم، فواضح ان هو راجل يعني جامد بصراحه. المهم بقى تعالى نتفرج على شغل الراجل ده ونشوف هو عامل ازاي يعني، وشغل مختلف ولا شغل قريب يعني من الحاجه اللي احنا عملناها، وحتى لو مش هي زيها بس على الاقل يكون قريب منها. زي ما انتم شايفين برضه هو مختار منتج وحطه جوه قالب حلو او جوه تمبلت حلوه. طبعا هو مختار طبعا لون المنتج بيبقى نفس لون القالب اللي موجود فيه، بيبقى شكل قريب منه. حاجات طبعا كل ده بيشد الانتباه اكتر يعني. ولو جينا بصينا على الصوره اللي بعد كده هنلاقي برضو حتى الكريمين اللي على الشمال دول لو جينا بصينا عليهم هنلاقيهم ان هم قريبين من نفس الكريمات اللي احنا كنا عملناها برضو بالظبط. المهم يعني انا مش حاسس بصراحه ان الشغل بتاعه ان هو حاجه فظيعه يعني. ممكن اللي فوق دي بصراحه يعني دي صعبه شويه، بس دي برضو عليها تمبلت على فكره اللي فيها التمويجه دي، بس عموما الباقي كله هو حاطط صور جوه تمبلت، فالموضوع مش صعب يعني ويستاهل بجد انك تتعب عشانه. وادي برضو الصوره الثالثه بتاعته برضو جايب منتج وحطه جوه تمبلت حلوه يعني، برضو انا شايف بصراحه ان هو زي اللي احنا عملناه او قريب منه على الاقل، بلاش زيه. وتعالوا بقى نروح ناخد واحد تاني من الاثنين اللي هو عمل لنا ريكومنديشن ده، يعني اللي هو شبه الراجل اللي احنا جبناه ده. فتعالوا كده نختار اي واحد منهم. فهنلاقي برضو ان الراجل ده بيعمل الثلاث صور ب $105، فبصراحه الارقام دي عاليه قوي يعني. برضو يعتبر واخد 44 تقييم والتقييمات كلها تقييم 5 من 5. هو ست مش واحده اصلا، مش راجل يعني. ولو جينا بصينا على الشغل اللي معمول هو بصراحه عامل شغل كويس وشكله حلو ويشد العين كده يعني اي حد هيشوف البوست ده على الفيسبوك مثلا لا هيركز في البوست وممكن يقراه. بس برضو انت لو ركزت على موقع فلير.ai واشتغلت عليه كتير وعرفت فيه بقى كل التريكات اللي هي الزياده اللي محدش بيعرفها غير الناس البروفيشنال بس، هتطلع مستوى قريب من ده. ده برضو الكوتش ده برضو يعني حاسه حاجه عاديه جدا، وعامله بالجنب مايل كده في خلفيه ورا عاديه جدا. وهنا برضو نفس الوضع، حاطط برضو 3 حاجات زي كريمات او سبراي او كده في خلفيه ورا فيها شجر يعني وبس كده يعني.
زي ما انت شفت دلوقتي على مواقع العمل الحر، الناس فعلا بتعمل فلوس كويسه جدا من موضوع تصميم صور المنتجات ده، ولقينا ان الصور اللي هم عاملينها قريبه قوي من الصوره اللي احنا عملناها، حتى لو مش هنقول نفس المستوى هم احسن، او يعني ممكن نشوف ان احنا زي بعض، بس يعني حتى لو هنفترض ان هم احسن فاحنا على الاقل قريبين منهم مش بعاد قوي يعني. طبعا مع الاستمراريه وكده، وانك تشتغل على موقع Flair.ai كتير، وانك تعرف كل التريكات وكل الحاجات اللي موجوده في الموقع، هتوصل ان شاء الله في الاخر للمستوى بتاع الناس اللي على مواقع العمل الحر ده. نتمنى نكون شرحنا كل حاجه في الفيديو، وما تكونش اي معلومه فاتتنا، ولو في اي معلومه مش واضحه او اي معلومه ناقصه او اي حاجه اكتب لنا كومنت بيها، او خش على جروب التليجرام بتاعنا واحنا هنرد عليك على طول على استفسارك، سواء على الفيديو ده او على اي فيديو فات، وهنسيب لك لينك جروب التليجرام تحت في الديسكربشن. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وان شاء الله استنونا في فيديو جاي. سلام.